حول هذه النقاط قبل أن نخرج ونقول أنها ربما هذه الجهة هي المسؤولة أو الأخرى. هذا أول انطباع. وأنا أيضا نتوجه إلى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، يعني السلطات الأمنية، للتثبت من صحة هذه الوثائق. أستاذ صافي، سمعناك في عديد المناسبات تحدثت على المخابرات، يمكن أكثر إعلامي وكاتب صحفي تحدث عن المخابرات وعلاقة المخابرات بما يحدث في تونس. يعني كيف يبدو لك هذا التحقيق؟ إلى أي حد يمكن لجهاز المخابرات المغربية أن تستغل ربما أو توظف الوضع في تونس؟ أنا نقول تونس في أجهزة المخابرات، لا يعني أن هذا التقرير سيقنعنا بأن المخابرات المغربية هي من قامت بكل ما نسب. أولا التقرير مكتوب بطريقة أمنية، نقاط وكلام سريع وواثق من نفسه جدا، ما فيش الخطوات الاحتمالية اللي يستعملها الصحفي، لأن الصحفي يعمل في تحقيق موازي، يحتمل الخطأ والصواب، ما عندوش كل المعلومات. ثانيا لحظة بسيطة باش نقاطعك، ماهوش من مهامنا باش نثبتوا في الوثائق. لحظة هي مهمة الأجهزة الأمنية ومهمة السلطات ثم الفحص الكربوني كان نحبوا نثبتوا في الوثائق. ثانيا أنا لا أثق في الوثائق، لأن اليوم المخابرات ما عادتش وثائق، هذا شيء قديم ستيناتي، هذا سبعيناتي على الأقل. اليوم ما عادوش. وبعدين المخابرات تخدم بالشفرة. ثانيا المخابرات المغربية قوية جدا بالمقارنة مع المخابرات العربية. من أقوى أجهزة المخابرات في العالم العربي هي والجزائرية والأردنية. لكن أنه أنا ما نجيش نعتمد على مصدرين، هي الشروق، وهذا اللي قلته أنا قبيلك السيد العميد، والضابط. قد يكون ضابط مطرود، مغضوب عليه، قام بهفوات، قام بأخطاء. لا، المغرب في كل جهاز مخابرات في ناس غاضبين ويخرجوا بعد عمليات، بعد مهمات يفشلوا فيها، يخرجوا يوجدوا رواحهم انه كمان لو انه يبتزوا يقوموا بابتزازات. ثانيا انا اسال، خليك من كل شيء، خليك المصلحه، ما هي مصلحه المغرب؟ بالضبط، ما مصلحه المغرب؟ ما هي مصلحه هذا الضابط الذي يريد ان يقول لنا ما يعرفه؟ ما هي مصلحته؟ ما هي مصلحته؟ لماذا يتجه الى تونس؟ ولماذا انه وايضا من أدراك أنه هو هذا الذي عنده لجوء سياسي في بلجيكا، هو أنه ما زال يشتغل في جهاز المخابرات ويقوم بهذه المهمة لأغراض أخرى ولأهداف أخرى. من أدراك أنه ما جندوش جهاز مخابرات آخر ضد المغرب لكي يقول هذا الكلام. هذه الأشياء اللي لازم نتحقق منها. ولذلك المخابرات هذه كلها أولا دويخة. ثانيا لا أحد يقدر يفتي لك اليوم في عملية. احنا نعرفوا أن الجزائر والمغرب على عداء منذ 30 عام. صحيح، بسبب ونعرفوا أنه في جماعات مسلحة تخدم ضد الجزائر في الصحراء وعلى حدود المغرب. ولكن عمرنا ما قرينا أو شفنا أن المغرب تسلح بجماعات الإرهاب ضد الجزائر، وكان ممكن تسلحها وتتعاون معها، بما أن دولة على الأقل إذا ما كانتش صديقة، إذا ما كانتش عدوة ما هيش صديقة. فهمت؟ إذا لماذا؟ ثم أنه تتيجي المغرب جهاز مخابراته اللي هو 3 أفرع، هو الكاب، هذا ما يسمى بالكاب، هو يتفرع عنه 3: لاجيت اللي هي المستندات والوثائق والكذا، والدي اس تي تاع الحدود ومفتشية القوات المسلحة. يعني هذول باش يجوا يعملوا معسكرات دون سلطة الملك؟ لا يمكن أبدا. وما هي مصلحة المغرب الكبرى؟ أنا أعتقد أن مصلحة المغرب الكبرى هو تهدئة الأجواء في ليبيا وعدم إدخال عناصر أخرى مفجرة للمنطقة، ولأنه سينعكس في مسألة الصحراء على المغرب، ولذلك يريد أن يهدأ. وأنا لا أعتقد أن الحكومة التونسية اللي كانت في تونس سواء السابقة ترويكا أو الحالية هي معادية للمغرب، غير معادية للمغرب. لكن هناك من يريد أن يقول لنا لا تصنعوا جسور ولا تصنعوا علاقات مع